السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة معانا في قناتنا ابتكارات وتصميمات. عايزين نقول النهاردة يا جماعة يا ريت تدعمونا باللايك والشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. من فضلكم يا جماعة، ده بيسندنا جدا وبيدعمنا وبيخلينا نتحفز اكتر ان احنا كل يوم نيجي لكم بافكار جديدة. عايزين نقول بس حاجة مهمة جدا، ان واحده واحده كده النهارده معانا دي اسمها سوسته في الاكسسوار، بالظبط زي السوسته اهي، بس اخده شكل معين. وعندنا كمان الدلايه دي على شكل بومه، وعندنا شويه خرز حطيناهم اهمت يا جماعه، حطيناهم في عواميد معدن معاهم ورده. هفك لكم واحده لان انا قلت اختصر شويه في الوقت. اعمل لكم واحده تشوفوها تتقفل ازاي. لو المسمار طويل بطوله، بقصره قصدي. يا جماعة أنا عايز أقول لكم على حاجة. بصوا يا جماعة، ده مسمار براس رفيع جدا، ودي وردة بدخلها في الراس هنا، وباخد الكورة دي فوقيها على طول. تمام. وباخد اللواية اللي هي بتعمل معايا سنها كده اخد شكل دائري رفيع قوي بقعد الفها كده عشان تطلع لي بالشكل ده، يبقى بالمنظر ده تمام. طيب انا كنت عملت المجموعه دهيت 4 و4. اللي انا بقوله لكم النهارده لازم تعرف ان انت ممكن تبتكر فيه، تعدل فيه، تعمل بدل ما انا هحط حلقتين من فوق مع حلقه الميداليه وحلقتين من تحت، وفي النص دي السوسته ومن تحت الدلايه، واحط 4 خرزات هنا و4 خرزات هنا. لازم تفهم حاجه مهمه جدا، اني لو حضرتك ما ابتكرتش مش هتحب الشغل، مش هتبدع فيه، مش هيتقالك الله عليه. تاني، لو حضرتك ما حبيتش الشغل مش هتبتكر فيه وتبدع فيه، وحضرتك مش هيتقالك الله على الحاجة. طول ما انت عقلك بيفكر باستمرار ان الحاجة دي جميلة هتقف على كده، لكن تشوف الأجمل منها. يعني مش شرط الأفكار اللي أنا بقدمها لك بس، لا ده حضرتك بتفكر أكتر وأكتر وأكتر. طبعا باخد البنزة اللي هي بحط حلقة في حلقة الميدالية، وبحط حلقة وأقفلها في الدلاية. دي أنا ممكن أحطها كده وممكن أقلبها كده على حسب اختيارك، على حسب الشكل ما يطلع معاك كويس. لكن أنا هحط راسها من فوق، الراس دي تبقى من فوق، والحتة المدورة قوي الكبيرة دي هتبقى من تحت. تمام. هاخد كده انقي الوان مختلفة. بصوا بقى يا جماعة، هحط في الحلقة دي ايه؟ هحط حلقتين من هنا مختلفين وحلقتين من هنا مختلفين، يبقى في كل جزء من حلقة الميدالية حلقة مختلفة، وحاول انوع. تمام. انا قلت ايه؟ ابتكاري. اما الحلقة اللي انا مطلعها من السوستة دي وتانيها على فوق اهي، بصوا يا جماعة، تانيها على فوق، مهم جدا الملاحظة. هبدأ ان انا احطها جوه اي حلقة في الاتنين، واروح جاي ماسكهم كلهم كده اهو، امسكهم كلهم واروح دايس على الحلقة كده، اتقفلت معايا واتمم كويس على تقفيلها. اجي تحت اروح جاي اخد الحلقة دي حاططها، وابدأ احط خرزتين من هنا وخرزتين من هنا،
احط مثلا الاحمر والابيض او اللبني، واحط الناحيه التانية. بصوا يا جماعه بسيطه جدا. واحط الناحيه التانية اهي اهي كده، واجي احطها من اول 3 حلقات، 3 دواير حلزوني، اروح جاي حاططها كده اهو، بحيث ان هي تخش جوه عندي جواه، وابدا امسكهم كلهم واروح جاي دايس عليها كده عشان تعمل معايا الميداليه دي. استنى بقى معايا عشان الاهم جاي. احنا صنعنا الميداليه، ايه التغييرات عندي اللي ممكن تحصل في الميداليه؟ ان انا اهيت اهي يا جماعه، بصوا شكلها لذيذ جدا اهي. بصوا يا جماعه اهو يا جماعه. ايه التغييرات اللي عندي ممكن اغيرها؟ في اشكال كتير من السوست دي ممكن اغير واجيب. في الوان كتير من الكرات دي ممكن اغير واجيب. ممكن اغير الدلايه، وممكن اعمل دي هنا هوت تبقى طويله، بحيث ان انا احط هنا نفس اللي انا هعمله. حطيت سوسته هنا، اجي احط سوسته هنا تاني، واكرر نفس الموقف، تبقى سوستتين في الميداليه. يعني زي ما كده، بس هزود سوسته من هنا، وهيبقى بعدها خرز وبعدها حلقه الميداليه. تمام. مهم جدا يا جماعه الكلام ده. في الاخر خالص الفينش. بصوا يا جماعه بقى، انا في حته هنا اهوت اهو محتاجه تتقفل تاني، فابص على الحاجه الله يخليكم قبل ما تطلع مني. قبل ما تطلع مني الحاجه لازم ابص عليها. قبل ما تطلع مني الحاجه لازم ايه؟ لازم ابص عليها. وهكذا عندي اشكال كتير، عندي اشكال كتير من الميداليه. طبعا عشان فيها خرز فبتحتاج لظبطه برضو، وانت بتحطها في الكارت اللي هتتغلب فيه. خلي بالك قوي ان لازم تكون مفروده متنسقه بين كل تفاصيلهم، لان ده شيء مهم جدا. فارجوك الكلام ده هو مش سهل، ماشي؟ لان ده اللي عليه البيع والشراء. البيع والشراء. نخلي بالنا كده هوت ان احنا ممكن يبقى عندنا افكار تانية. بمعنى ايه هي الافكار التانية اللي ممكن اعملها؟ مثلا همسك اهوت مثلا ما لقيتش السوسته، اتصرف. رحت جاي اعملها كلها سلسله سلسله. بحط خرزتين، خرزه من هنا في الحلقه وخرزه من هنا عشان دي كان خرز كبير اتصرفت، او خرزتين من هنا وخرزتين من هنا، مفيهاش مشكله على حسب اللي عندي. وافوت حلقه سلسله، وابدا اخش في الحلقه اللي بعدها كورتين وكورتين، وافوت حلقه وابدا اخش في الحلقه اللي بعدها كورتين وكورتين اهوت. وجبت وكان عندي ريشه وكان عندي حلقه. ليه بقى انا بوري لكم دي؟ دي فكرتها سهله جدا وتقدر تعملها. اللي هو هحط مثلا 7 8 حلقات سلسله، او ممكن اطولها اكتر من كده. بس انتوا مش شايفين حاجه مختلفه هنا؟ ان الحلقه دي ذهبي والحلقه دي ذهبي. احيانا في بعض